الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين الجاحدين. يا رب، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا دائما مباركا فيه. فطرتنا وهديتنا وآويتنا وأطعمتنا وسقيتنا، وقد قرأنا في كتابك العظيم وفي كلامك القديم على لسان عبدك الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، واجعلنا من عبادك الموفقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالربوبية، حكم فعدل، وأعطى فأجزل، حرم الجنة على من أشرك معه معبودا غيره. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله. ما شممت الورد إلا زادني شوقا إليك. يا رسول الله، نشهد أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حتى أتاك اليقين. فوالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك مقرون بأنفاسي، ولا شربت لذيذ الماء من ظمأ إلا وجدت خيالا منك في الكاس، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وكنت حديثي بين جلاسي. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إنك لا تخلف الميعاد، اجمع بيننا وبين المصطفى في أعلى مراتب الجنة وأنت راض عنا. وبعد، أوصيكم معاشر المسلمين بتقوى الله عز وجل في سركم وجهركم وحلكم وترحالكم. واذكروا يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. يقول الحق سبحانه في محكم التنزيل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لا نزال نسير في سرايا النور لنستأذن على عظماء التاريخ أن نلج سيرتهم العطرة، ونحرك ورود بساتينهم ليفوح شذا عبيرهم في أيامنا السود التي أسأل من بيده ملكوت السماوات والأرض أن يبدل سوادها نورا. لا نزال أمام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأننا بأمس الحاجة إلى القدوة والأسوة في زمان ضاعت فيه بوصلة الشباب، فدندنوا على كل وتر وساروا وراء كل ناعق. وإذا سألتهم عن عمير بن وهب وزيد بن الدثنة وخباب بن الأرت وسلمان الفارسي وذي البجادين فإنهم يرفعون لك راية الاستسلام، لأن الفكر مشغول بالمطربين والمغنين والممثلين والراقصين، ولكن الفكرة ما سار على
الطريق الصحيح ليقف أمام علم من أعظم أعلام التاريخ، غلام تسير به أمه سعدا إلى مضارب قومها في بني معن لتزور أهلها. يودعه أبوه وهو طفل في حجر أمه حتى يغيب الطفل عن عين أبيه. وقدر الله يا سادة أن يغار على بني معن فيختطف هذا الغلام الذي سيغير وجه الدنيا وهو يسير في مركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنهم أحدثكم، حلف الزمان أن يجود بمثله، حنثت يمينك يا زمان فكفري. عنهم أحدثكم، هذا الغلام الصغير سيق إلى مكة وبيع عبدا في سوق عكاظ إلى حكيم بن حزام يهديه إلى عمته خديجة. ويا ليت الله عز وجل جودا وكرما يجمعنا بهم في الجنة. وتشاء الأقدار أن يتزوج الأمين المصطفى صلى الله عليه وسلم بخديجة لتهدي خديجة إلى رسول الله غلامها. أجل، جهزوا قلوبكم وأرواحكم، فأنتم اليوم في ضيافة زيد بن حارثة، العلم العظيم والهامة الكبرى، مولى رسول الله ووالد أسامة بن زيد وزوج أم أيمن حاضنة رسول الله. نحن اليوم أمام رجل ما ذكر القرآن العظيم رجلا باسمه الصريح من أصحاب المصطفى إلا من نحن على سجادة ضيافته وفي محراب سيرته. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم يقول القرآن العظيم: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. عن زيد نتحدث ونحن نقلب صفحات سيرته العطرة ليكون الأنموذج الذي يبحث عنه الناس، قادة أو مقودين، حكاما أو محكومين، شبابا أم رجالا أم شيوخا. زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان في ولاية المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان أبوه يركب الناقة يبحث عنه في صحراء العرب حتى بلغ اليأس من حارثة مبلغه، وشاء الله لبعض وفود الحجاج أن يلتقوا بزيد بن محمد آنذاك في مكة لينقلوا إلى حارثة أبيه أن ابنك الذي تبحث في أمان الله صار في مكة المكرمة. يركب حارثة النجائبة ليسير بها إلى مكة المكرمة. أين زيد؟ قالوا في ولاية الصادق الأمين محمد بن عبد الله قمر بني هاشم صلى الله عليه وسلم. ويأتي حارثة وأخوه: يا محمد يا ابن سيد العرب، إن ابننا عندك، فخذ ما تشاء فداءه ورده إلينا، فوالله ما نحن إلا سادة أحرار. يقول المصطفى: يا حارثة
معكم ولا فداء له، وإن اختارني بقي عندي. قال حارثة: لقد أنصفتنا وزدت على النصف يا محمد، إلي بزيد يا زيد. والقائل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تعرف هذا؟ قال: نعم أبي. هل تعرف هذا؟ قال: عمي. قال: فإنهما جاء يطلبانك، وإني خيرتك في أن تذهب معهما إلى مضارب قومك أو أن تظل في حجري وولايتي. فقال زيد: يا محمد، ما كنت لأختار عليك أحدا أبدا، فأنت العم وأنت الأب وأنت الأهل والعشيرة. أجل أيها الشباب، والله الذي أحل القسم بذاته العلية، إنكم لن تجدوا كمالا بعد رسول الله، ولا مقتدا يقتدى به بعد رسول الله، ولا حبا يملأ عليكم القلوب إلا حب رسول الله. كذلكم كان زيد بن حارثة. عند ذلك أخذ المصطفى بيد زيد حتى دخل المسجد الحرام ونادى: يا معشر قريش، إن زيدا هذا ابني يرثني وأرثه. وكانت العرب تعرف عادة التبني. عند ذلك تهلل وجه حارثة ومضى إلى مضارب قومه مسرورا، إذن ابنه ما عاد عبدا، وإنما عاد ابنا لسيد قريش، ومن سيغير الله عز وجل به خارطة التاريخ نورا وضياء وتوحيدا وبشرا ويسرا. أيها الشباب، نحن لسنا في مقهى دمشقي ندندن على وتر حكوات يقص علينا قصصا من التاريخ، وحاشا لمنبر سيدي رسول الله أن يكون كذلك، إنما نحن أمام القدوة. أرجوكم افتحوا التاريخ واقرأوا في البداية والنهاية، افتحوا التاريخ واقرأوا في الكامل في التاريخ، اقرأوا تاريخ ابن عساكر، تاريخ دمشق، اقرأوا في كتب التاريخ، فثمة أجداد لكم طاولوا الغيوم وطاولوا الشمس، بل جعلت الشمس في حجرهم لأنهم سادوا الدنيا يوم ساروا وراء المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويوم سرنا وراء فلان وعلان ووراء إيديولوجية مستوردة من الشرق والغرب، صار 2 ملايين من اليهود يلعبون بنا كما تلعب الصبية بالكرة. ألا فإنا نسألك يا حي يا قيوم أن تردنا إليك ردا جميلا. أيها المسلمون، وعاش زيد بن محمد في ضيافة رسول الله مولا للمصطفى، بل ابن بالتبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى التصقت السماء بالأرض ونزل جبريل في غار حراء له 600 جناح، ما بين الجناح والجناح كما بين السماء والأرض. قال المصطفى: فأخذني وغطني وقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. أجل ولد الإسلام العظيم ونزل الوحي يختم رسالات السماء، وكان أول قلب خفق بلا إله إلا الله بعد قلب رسول الله أمنا خديجة الكبرى، وثاني قلب خفق بلا إله إلا الله أجل زيد بن حارثة، لأنه علم من سيده ومولاه ووالده آنذاك بالتبني الإيمان والصدق والأمانة والوفاء، بل إن الأخلاق سبكت حتى خرج منها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم زيد، يقول أهل السير: أول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الموالي زيد، وأول من أسلم من الغلمان علي، وأول من أسلم من الأحرار أبو بكر. أجل عن السابقين الأولين من المهاجرين أحدثكم عن زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. أسلم زيد بن حارثة وتغيرت خارطة الدنيا، وبدأت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وحتى لا يطول بنا المقام والمكث
وحتى لا ينظر أحد في ساعته نتجاوز حتى نصل المدينة المنورة التي نورها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته الأولى إلى الطائف. قال أهل التاريخ: إذا كان أبو بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة الثانية إلى المدينة المنورة، فإن زيد بن حارثة صاحب رسول الله في الهجرة الأولى إلى الطائف. يوم وقف بثوبه وعباءته الصوف يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذود عنه حجارة ثقيف، يذود عنه حجارة ثقيف. الهجرة الأولى. وإذا كان الصديق قد كني عنه بالقرآن الكريم بقوله تعالى: إذ يقول لصاحبه، فإن القرآن ذكر زيدا باسمه الصريح: فلما قضى زيد منها وطرا. ليس مقارنة، فدون الخلق كلهم، ففوق الخلق كلهم أبو بكر، لكن لعظمة هذا الصحابي الجليل زيد بن حارثة الذي كان يسمى زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. دخل المدينة وهو زيد بن محمد أقرب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراح يعلم الناس القرآن العظيم، بأنه عايش أول فترات الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأت الدعوة إلى الله، وشهد زيد بدرا، وشهد أحد، وشهد السرايا والمغازي كلها قبل مؤته. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما سير رسول الله سرية فيها زيد بن حارثة إلا جعل زيدا عليهم أميرا، ووالله لو عاش زيد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستخلفه، لو عاش بعد رسول الله لاستخلفه. شهد بدرا، وشهد أحدا، وشهد الخندق، وشهد المغازي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان يوم مؤته يوم سير الروم في الشام إلى المدينة المنورة جيشا قوامه 200,000 مقاتل بسيوفهم وعتادهم وقدهم وقديدهم وغطرستهم وكبريائهم، فيه من الروم وفيه من الخونة العرب آنذاك الغساسنة، وياما أكثر الغساسنة في أيامنا، ياما أكثر الغساسنة في تاريخنا الحاضر، يسيرهم أعداء الله عز وجل كيف يشاءون. معهم من نصارى العرب ومعهم من الغساسنة 200,000 مقاتل يقودهم شرحبيل بن عمرو، حتى أتوا مدينة يقال لها البلقاء، هي السلط الآن فيما يسمى بمملكة الأردن. وسير النبي جيشا ليؤدب الروم في الشام على رأس 3,000 مقاتل، وهم يومئذ أضخم جيش سيره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وأراد المصطفى أن يؤمر على الجيش وأن يعقد اللواء بيديه الشريفتين. أين الراية؟ قدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقف المصطفى في أصحابه: أين زيد بن حارثة؟ اليوم يوم الوفاء، ويعقد رسول الله الراية لزيد بن حارثة أميرا على جيش مؤته. قال: يأمر القوم أميرهم زيد، فإذا أصيبه فجعفر بن أبي طالب، فإذا أصيبه فعبد الله بن رواحة. ويسير رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش إلى الشام 3,000 مقاتل أمام 200,000 مقاتل. نعم، نتحدث عن التاريخ الصادق.
ولو أننا قرأناه في كتيب ما صدقناه، ولو أننا رأيناه في دراما ما صدقناها، ولو أننا رأيناه في مسرح لقلنا هذا من خيال المؤلفين. 3000 مقاتل أمام 200,000 من الروم. أيها المسلمون أبشروا، فوالله لقد قرأنا شيئا من التاريخ فما وجدنا الأمة انتصرت يوما بعدد ولا عتاد ولا عدة، وإنما انتصرت الأمة مذ بعث الله رسول الله إلى يوم القيامة بالإيمان بالله عز وجل. وفي الحديث أعطيت 5 لم يعطهن نبي من قبلي، قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب. وسار الجيش الميمون يقوده حب رسول الله زيد بن حارثة، يقود جيشا فيه جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله، وأشبه الخلق برسول الله، وأشبه الناس خلقا برسول الله، سليل بني هاشم، أسياد مكة وقريش، بل أسياد الجزيرة تحت راية زيد. أيها الشباب الواقفون أمام مرآة البيت طويلا وقصيرا، لا يخرج إلا وقد فعل بنفسه ما شاء الله له أن يفعل أمام المرآة. اعلم أن هذا الهرم الذي يحدثك عنه وتقرأ عنه في التاريخ، قال أهل السير كان له 3 صفات خلقية: أما خلقه فحدث ولا حرج، وأما خلقه قالوا كان قصيرا آدم أسمرا وكان أفطس الأنف رضي الله عنه وأرضاه. أي من حيث الخلقة ما كان يبحث عن الجسد، لأن الروح والقلب هي محط أنظار الله سبحانه وتعالى. ألا فاعتنوا بقلوبكم فإن الأجساد راحلة إلى الدود وصائرة إلى التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وأما الروح والقلب فهو الإيمان الذي هو محط أنظار الحق عز وجل. وسار الجيش يقوده رجل قصير آدم أسمر أنفه أفطس، زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. وتلتقي الجموع في قرية في الأردن هي لا زالت إلى اليوم مؤتة، وفيها ولها ونسبة إليها سميت هذه الغزوة العظيمة الشهيرة. ويلتقي الجيشان على أرض الشام التي هي أرض الساهرة. قال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. الساهرة أرض المحشر وهي أرض الشام، وأقدس أرض الشام دمشق. وأسأل الله عز وجل أن يحيينا عليها ويميتنا فيها ويبعثنا منها آمنين مطمئنين وهو أكرم الأكرمين. أجل، على أرض الشام دارت رحى معركة مؤتة، والتقى الجيشان ورسول الله على المنبر في المدينة يخطب الناس. وقدر الله عز وجل للقائد العظيم المظفر المنصور زيد أن يقتحم صفوف الروم. لم يرى أمامه سيوفا ولا دروعا ولا أسنة ولا رماحا، وإنما كانت الجنة تلقاء عينه. قال ابن رواحة: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لقيتها ضرابها. أسود يقودون العالم، أسود يقودون الدنيا. ليس ولد، ماذا أقول، ليس ولد مشرك ملعون يلعب بالكرة يأخذ عقول أبنائنا وبناتنا. يقولون ميسي، يقولون مارادونا، يقولون قدوتي الراقص فلان، المغني علان. دونكم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. أيها العرب، كم أنتم ظالمون عندما تغيبون رجال التاريخ، رجال الشمس
رجال الله الذين يقف التاريخ أمامهم بانحناء وهم يقودون العالم. زيد يقتحم صفوف الروم. أين الموت؟ لا يهم طالما أن الجنة بانتظار زيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، كأنه الأسد الحصور الذي عميت عيناه عن الروم وسيوفهم وعدتهم، وتصل إليه رماح القوم وسيوفهم حتى يمزق جسده الشريف القصير الآدم، حتى يمزق بسيوف الروم الظالمين، وحتى يروي بدمائه الطاهرة أرض الشام أرض مؤتة، ويجندل القائد العظيم والمظفر المنصور زيد صريعا على أرض الشام شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقبل أن تهوي الراية وإذا بابن عم رسول الله القد الممشوق والهامة العظيمة جعفر يتسلم الراية حتى لا تلامس التراب. هناك في المدينة المنورة ينعي رسول الله إلى أصحابه زيد بن حارثة، يخطب الناس يقول: أصيب زيد بن حارثة، أصيب زيد. ثم يبكي ما شاء الله له أن يبكي. ثم قال: فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب. ثم قال: أصيب جعفر بن أبي طالب، فبكى ما شاء الله له أن يبكي. ثم قال: أخذ الراية عبد الله بن رواحة. ثم قال: أصيب عبد الله بن رواحة. ثم بكى ما شاء الله له أن يبكي: فداه أبي وأمي. قال: فأخذ الراية سيف من سيوف الله خالد نزيل حمص رضي الله عنه وأرضاه. ولسنا اليوم في ذكر غزوة مؤتة، مع أنها كانت في مثل هذه الأيام من جماد الأولى، الشهر الذي نعيش ثنايا أيامه في العام 8 للهجرة. أجل، ولما أكثر اللوم على رسول الله، قالوا: يا رسول الله أكثرت البكاء على زيد. قال: هذا فراق الحب لحبيبه، هذا فراق الحب لحبيبه. فارق النبي زيد بن حارثة شهيدا على أرض الشام، ويبعث يوم القيامة له جرح يشخب دما، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. سلام على زيد بن حارثة، سلام على زيد بن حارثة يوم خدم رسول الله في مكة. سلام على زيد ابن حارثة يوم هاجر مع الرسول إلى الطائف. سلام على زيد بن حارثة يوم قاد السرايا. سلام على زيد بن حارثة يوم جندل شهيدا على أرض الشام وثراها. اللهم يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد، اجمع بيننا وبين زيد في أعلى مراتب الجنة بأنك أنت الله الواحد الأحد. وإنا نشهدك وأنت خير الشاهدين أن أحببناه فيك، وإن حبيبك المصطفى أخبرنا أن المرء يحشر يوم القيامة مع من أحب. سلام على جعفر بن أبي طالب، سلام على عبد الله بن رواحة. سلام عليكم أيها الشباب وأنتم تقرؤون سير العظام وتقتفون آثار الأكابر وتغضون الطرف عن كل ناعق. هنا مدرسة محمد، البر لا يفنى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت فكما تدين تدان. أقول قولي وأستغفر الله العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير الخلق والبشر. اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر عميم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برضوانك واشملنا بعفوك وإحسانك. أيها الناس، جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ليغير مفاهيم ترسخت في قلوب العرب، فقال يؤذن للمسلمين بلال الأريتري الحبشي الأسود الذي تعادل غبرة نعله رؤوس ملايين من البشر الذين انتسبوا لهذه الأمة العظيمة. بلال يؤذن لرسول الله، وسلمان الفارسي من آل البيت، وزيد بن حارثة يكنى بزيد بن محمد، حتى نزلت آيات تحرم التبني وتغير المفهوم بأن الولاية شيء والكفالة والضمانة والتربية والرعاية شيء والتبني شيء آخر. وكان العرب يقولون من المنافقين محمد يتزوج زوجة ابنه زينب، فنزل القرآن العظيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ونزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ومنذ ذلك الوقت صار يعرف زيد ابن حارثة ردا إلى أصله. أجل تغيرت تلك المفاهيم حتى سار الناس كلهم تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، عربهم وعجمهم، فارسيهم وعربهم، أسودهم وأبيضهم، غنيهم وفقيرهم، يجمعهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. وفي هؤلاء الضعفاء نزل قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فلا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أجل أيها الشباب، أصدقكم الحديث حين أقول أنكم بحاجة للقراءة، بحاجة للدراسة. قبل أيام راسلني بعض الإخوة من أوروبا يسألني في مسائل تخص الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم، فأجبته جوابا مختصرا ثم قلت له ارجع إلى كتاب كذا وهو موجود على شبكة النت، تحمله لست بحاجة أن تشتريه، واقرأ منه هذه الفصول. قال لي هذا الشاب صراحة، قال لي يا شيخ لسنا في زمن القراءة، أنا لا أستطيع أن أمضي من وقتي نصف ساعة أو ساعة على القراءة. العالم الآن بحاجة إلى مواعظ سريعة، لا مجال عندنا للقراءة. أقول لا أيها الإخوة، القراءة هي التي تغذي القلب والعقل والفكر. اقرأ، وإن أول كلمة نزلت من السماء إلى الأرض اقرأ، تعلم، ادرس، وخصوصا أن تقرأ التاريخ، وخصوصا عندما تقرأ تاريخ أجدادك أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الأمر الثاني، الإخوة الذين يقفون على أبواب المسجد من المتسولين، كانت الجمعة الماضية آخر جمعة لهم داخل المسجد، داخل حرم المسجد من الباب الرئيسي الشمالي أو الشرقي أو الغربي، لا يسمح لأحد من المتسولين بالدخول إلى المسجد أبدا. وهناك إخوة فضلاء من شؤون تنظيم المسجد يقفون على أبواب المساجد يحملون بطاقات خاصة في المسجد يمنعون أي متسول أو متسولة طفلا أو كبيرا أو صغيرا من الدخول إلى المسجد. لو أراد أن يتسول خارج حدود الجامع على باب المسجد من الخارج. الأمر الثاني أيها الإخوة، تكرموا علينا في الأسابيع القادمة بالصعود إلى السدة من الحرم الشتوي، فقد أكرمنا الله بفتح بابين جديدين للسدة، باب على شرق الجامع وباب على غربه من المدخل الشتوي، حتى لا يدخل أحد إلى المسجد وحرم الجامع فيعطل
مسيرة الداخلين. الأمر الأخير أن الفرج في المسجد مكان للشيطان حتى في خطبة الجمعة، ولذلك وجب رص الصفوف والتقدم ما استطعتم حتى يكرمنا الله سبحانه وتعالى بالسعة والقبول. ومن أصاب قلبه شيء من الرأفة على هؤلاء المتسولين أقول له لا تحزن عليهم، والله إنهم يملكون أكثر منك ومني من المال. يعني بعض الأخوة يقول خليهم، لا، إن أراد أن يتسول خارج الجامع، والقرآن العظيم يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المسجد شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى. متسولين خارج حدود الجامع، داخل المسجد لا، متسولين بإذن الله سبحانه وتعالى. واعلموا أيها الإخوة أننا في ساعات الإجابة التي لا يوافقها عبد يسأل الله لدنياه وأخرى إلا أجابه الله عز وجل لما سأل، وأعطاه ما رغب ونوله ما تأمل. اللهم يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، نحن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. أسألك بأحب أسمائك الحسنى إليك، الذي إذا سئلت به أجبت، وإذا دعيت به أجبت وأنلت، أن تجعلنا في ساعتنا هذه من المغفورين الذين شملتهم بنظراتك مولانا رب العالمين، أكرمتهم برحماتك يا أرحم الراحمين، وكتبتهم في هذه الساعة من المقبولين. يا من لا تضيق بنا جنته، يا من لا تتسع بنا ناره، يا من يعطي عطاء الكرماء، يا من هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، يا قريبا غير بعيد، يا شاهدا غير غائب، يا حليما غير عجول. اللهم غزا الشيب رؤوسنا وولت أيامنا وشبابنا ورقت عظامنا، ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا. يا عفو واعف عنا، يا غفور اغفر لنا، يا رحيم ارحمنا، يا كريم أكرمنا، يا تواب تب علينا، يا جواد جد علينا. اللهم إنا نشكوك أمما تداعت علينا، اللهم إنا نشكو إليك أمما تداعت علينا، اللهم إنا نشكو إليك أمما تداعت علينا. لا ناصر لنا إلا أنت، ولا ظهر لنا إلا أنت، ولا ملجأ لنا إلا أنت. نسألك يا حي يا قيوم بالدماء الطاهرة الشريفة التي روت أرض مؤتة من زيد وجعفر وابن رواحة، ونسألك بأنك أنت الله إكراما لاسمك العظيم الأعظم أن تفرج عن الشام وأهلها فرجا قريبا عاجلا غير آجل. يا رب 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 يا رب. ضاقت بنا الأرض بما رحبت، ولا إله لنا إلا أنت فندعوه، ولا ربا سواك فنرجوه. خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، نبرأ إليك من ذنوبنا ونتوب إليك من خطايانا. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وقلب مجبور وتجارة لم تبور، برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم إني أقسمت عليك بأحب أسمائك الحسنى إليك ألا تخرج واحدا من المؤمنين في هذا البيت العامر إلا وقد قضيت حاجته وسترت عورته وجبرت خاطره وشفيت مريضه ورزقت عقيمه وقضيت دينه وطيبت كسبه واكثرت رزقه ورحمت ميته. يا باسط اليدين بالرحمه، يا باسط اليدين بالرحمه، يا باسط اليدين بالرحمه، ارزقنا الامن والامان ورده علينا وانت ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واجعل صالح اعمالنا في صحائفهم الى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم الله يعلم ما تفعلون.